وجاد التحية والترحيب بحضراتكم، وايضا برحب بضيفي الكريم دكتور ياسر تهامي رئيس تحرير موقع صحيفة العربية نيوز. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، منورنا وبشكر حضرتك بوجودك معانا. ربنا يخليك. اهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني انا كنت من شويه بنوه على طريقه اداره منظومه كره القدم، ومع المفروض انه الاداره مش بس اداره مسابقات ومباريات وكده، لكن كمان تطوير اللعبه، زياده عدد الممارسين، رفع المستوى الفني. واديت مثال بالمستوى الفني اللي شايفينه لشباب المغرب في بطوله العالم في تشيلي، وقارنته. وهم صراحه يعني غلط ان احنا نقارنهم باولادنا، يعني بصراحه يعني انت خلاص انت قاعد بتقارنهم، انت بتقول ان هم متفوقين على اسبانيا وعلى البرازيل اللي هم ابطال عالم، يعني هم مسحين بيهم الارض زي ما بيقولوا، يعني فاضل لهم نيوزيلندا هيمسحوها برضه. انت النهارده مستني تشيلي صاحبه الارض والجمهور، ربنا يستر. لكن فكره التطور اللي بيحصل في اللعبه، التطوير، هو ايه اللي بينقص فكرة التطوير في لعبة كرة القدم على مستوى المراحل السنية في الأندية والمنتخبات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الموضوع كبير، واحنا كنا دايما لو حضرتك تفتكر دايما نشاور ليه ونقول يا جماعة تطوير الكرة المصرية والناشئين. ويمكن احنا اقترحنا قبل كده يمكن من 3 4 سنين، قلنا الدوري زي الدوري المختلط بتاع الهاند بول. احنا دلوقتي شرنا، محدش يقدر يقول اللي حسن مصطفى الدكتور حسن مصطفى عمل انجاز كبير جدا لمصر في الهاند بول من 10 سنين. والدليل على كده على ارض الواقع هو رئيس الاتحاد الدولي بالتزكيه على طول، ونازل انتخابات الاتحاد الجديده كمان. وهينجح طبعا، لان هو لما نيجي نتكلم كده بالورقه والقلم وشغلتنا كصحافه واعلام، عشان تقنع واحد تقول له والله 1 2 3. شوف حضرتك بتتكلم ازاي وتشاور، بتقول المغرب فين واحنا فين. يعني هل المغرب توصل في اي بطوله تلعب فيها المغرب مرشحه للفوز؟ حاجه غريبه. طب انت مصر، ودايما اقعد اقول يا جماعه الدوري المختلط لو احنا عملناه زي ما حصل قبل كده، واحنا كان الفتره اللي احنا كنا بنلعب فيها كان بيلعب حضرتك الناشئين 14 سنه للنادي الاهلي ضد الاسماعيلي على سبيل المثال وليس الحصر قبل الفيرستيم. فانت في جمهور وفي حكام والجو لطيف جدا، فانت اللعيب يطلع كل اللي عنده، وبالتالي انت بتقدر تكتشف العناصر والمواهب من الاسماعيلي ومن الاهلي. بطوله 18 سنه نفس القصه. برضو دوري الجمهوريه، الانديه اللي بتلعب في الدوري الممتاز بيبقى ياخدوا منها الفرق اللي هي 14 سنه و16 سنه و18 وتلعب زي دوري مختلط. الاول كان بيحسبوا النتائج وبيعملوا هبوط وصعود للفرق والانديه، وده اتى ثماره في مراحل متقدمه. يعني لو قلت لك من ايام النادي الاهلي لما كان موجود، والموضوع ده كان فرقه النادي الاهلي 21 سنه اللي كان بتلعب نصها فيرستيم اصلا وهي 18 سنه، كان عمرو انور، عاطف عبد الهادي، عادل عبد الرحمن، حماده يونس، ايهاب جلال، ياسر محمدين، مين ده كتير جدا جدا. ده اللي انا على سبيل المثال وليس محمد عبد الجليل، محمد عبد الجليل، احمد حموده، احمد رزق. شوف الاسامي عامله ازاي. فطبعا